عاجل. قرار هام من وزارة المالية بشأن موعد صرف الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعاشات والمرتبات وتكافل وكرامة. أهلا بكم. أخيرا صدر قرار بموعد صرف الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 قرارات أمس، وهي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أصبحت 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضا زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ثالثا رفع الحد الضريبي بنسبة 25% من 36,000 جنيه ل 45,000 جنيه لكافة العاملين بالدولة. رابعا زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 مليون أسرة. خامسا مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن. سادسا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة. سابعا قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين. ثامنا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات المشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس بسرعة تنفيذه، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تنفيذ التوجيهات الرئاسية وسيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزم اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. كما أوضح أنه سوف يتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية 45 مليار جنيه تتحملها الخزينة العامة للدولة. يعني إن شاء الله هيكون بداية صرف الزيادات من أول أكتوبر القادم، وانتظروا معانا باقي التفاصيل الجديدة.